في سنة 2022 وتحديدا في دولة العراق مدينة بغداد. مديرة مدرسة ابتدائي اسمها زينب رحمن السعيدي. زينب كانت متزوجة من مدير مدرسة ودام زواجها لمدة 17 سنة، ولكن كان دايما في مشاكل بسبب حماتها، وكانت لما بتشتكي لزوجها ما كانش بيجيب لها حقها. وفي يوم كان في اجتماع في المدرسة اللي زينب مديرة ليها، وتعرفت في الاجتماع ده على مدير مدرسة تانية اسمه محمد راضي من حي المعامل، واتبادلوا أرقام التليفونات، وبدأ يبقى في كلام بينهم ويعترف لها بحبه ويتمنى يتجوزها. وساعتها زينب قالت له إنها متجوزة بس في مشاكل بينها وبين جوزها. وبعد مرور شهر على علاقتهم وكلامهم مع بعض، محمد بيقنع زينب إنها لازم تتطلق علشان يتجوزوا. وساعتها زينب بتقرر إنها ترفع قضية طلاق للضرر، ولكن المحكمة طبعا بترفض لأن ما كانش فيه ضرر واقع على زينب. الزوج كان مفكر إنها عايزة تتطلق بسبب أمه، ما كانش طبعا متخيل إنها على علاقة بحد تاني وبتعمل كده علشانه، خصوصا إنهم كان عندهم ولد وبنت، إن المشاكل اللي بتحصل ما توصلش الأمر بينهم للطلاق. في الوقت ده زينب بتتصل بعشيقها وبتقوله إنها معرفتش تتطلق، وبتتطور العلاقة ما بينهم لعلاقة غير شرعية. واستمرت العلاقة بينهم لمدة سنة كاملة، وكانوا بيتقابلوا في شقة الزوجية بتاعت زينب في غياب زوجها وأولادها. في الوقت ده زينب قالت لعشيقها إنها مش قادرة تستحمل الوضع ده أكتر من كده، ولازم تخلص من زوجها، وفكرت إنها تأجر قاتل محترف علشان يقتل زوجها. وطبعا عشيقها شجعها على كده وقال لها إنه عنده القاتل بس هياخد 20,000 دولار، وعلشان هو عارف إن المبلغ كبير هيساعدها ويدفع معاها نص المبلغ. وفعلا زينب جهزت الفلوس وادتها لعشيقها اللي كان بيخطط لحاجة تانية خالص، وهي ان محمد كان فيه واحد قريبه اسمه حيدر ده كان ليه اخ واتقتل، ومحدش قدر يعرف مين اللي قتله ولا حتى رجال الامن. محمد استغل ده واتصل على حيدر من رقم غريب وقال له على معلومات عن قتل اخوه ما كانش حد يعرفها غير حيدر والعيلة، وقال انه عارف مين اللي قتل اخوه وهيقول له عليه. ولما حيدر سأله ايه السبب انك هتبلغ عنه، قال له انهم كانوا شغالين مع بعض واختلفوا وعايز ينتقم منه. فعل حيدر صدقه لانه قال له معلومات في قتل اخوه محدش يعرفها. في الوقت ده محمد قال له على اسم الزوج وعنوانه، وبدأ حيدر يراقب الزوج لحد يوم الواقعة، بالتحديد سنة 2018. زوج زينب بيركب عربيته وهو في طريقه بيعترض حيدر طريق ويوقفه وينزله من العربية ويضربه بالمسدس 3 طلقات في راسه ويسيبه ويمشي. وطبعا محدش شافه لان كان المكان شبه فاضي. وبعد ساعات السكان بيكتشفوا الجريمة ويبلغوا الشرطة، وبتتحول الجثة للطب الشرعي، وبيتم التحفظ على العربية لرفع البصمات. لكن تقرير المعمل الجنائي بيأكد ان الطلقات كانت من خارج العربية. وطبعا رجال الامن بذلوا كل جهدهم علشان يوصلوا للقاتل، ولكن ما قدروش يوصلوا لحاجة، واتقفلت القضية واتأيدت ضد مجهول. وطبعا زينب تستنى لحد شهور العدة ما تخلص، وبعد 6 شهور تتجوز من عشيقها. لكن بعد الجواز بتكتشفه على حقيقته، وبتعرف انه صعب جدا في التعامل وصعب العيشة معاه. واكتشفت كمان انه كذاب وطلع متجوز وعنده اولاد مش زي ما كان بيقول لها، وكانت حياتهم كلها مشاكل. لحد ما في يوم محمد ضربها ضرب جامد جدا قدام الجيران، وساعتها زينب قررت تنتقم منه وراحت القسم علشان تقدم فيه بلاغ. لما راحت القسم وقالت اللي حصل، رجال الامن عملوا لها محضر وقالوا لها انهم هيعملوا تحرياتهم ويتأكدوا من كلامها. زينب انهارت وقالت لو ما جبتليش حقي هجيب له حبل المشنقة، وقالت بعض الكلام يوحي انه قاتل. وفي الوقت ده ادركت ساعتها انها ممكن هي كمان تروح في داهية،
فسكتت. وعلشان ربنا أراد إن الحقيقة تبان، الضابط اللي عمل المحضر لزينب كان نفس الضابط اللي كان ماسك قضية قتل زوجها. وبعد كلامها الضابط بدأ يشك إن هي وجوزها الجديد ورا قتل زوجها الأولاني. وساعتها الضابط بيؤمر بفتح ملف القضية من جديد، وبيجيب سجل مكالمات تليفون زينب، وبيكتشف إن زينب كانت على علاقة بمحمد من قبل وفاة الزوج. ومع التحريات بيعرفوا إن كان في علاقة غير شرعية بينهم. وبيتم القبض على زينب، وبمواجهتها بتنهار وبتعترف بكل حاجة. وبيتم القبض كمان على محمد، وبيعترف ان هو استغل حيدر وقال له ان اللي قتل اخوه هو زوج زينب. وطبعا تم القبض على حيدر. وبعد التحقيقات بيتم الحكم على زينب وعشيقها وحيدر بالإعدام. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكوا كل جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.